ولا بقاله 5 سنين بيحاول يتجوز مش عارف. السلام عليكم. بطل الحكايه النهارده بعد بيقول ممكن تشربي قهوه ساده وانت بتحكي حكايتي؟ على عيني، بس ما بحبش القهوه، ما طقهاش. عملت شاي ينفع؟ ويا ريت تسميني محمود، بس كده غالي والطلب رخيص. ويا ريت ايه بعد اذنك بلاش تنمر عشان انا شخصيه حساسه. معمود انا عمري في حياتي ما تنمرت على حد. وبعدين دي كلها طلبات يا اخي، اختصر. وبعدين وانا اي حد هيبعت لي حكايته هيقول لي اشرب ايه وانا بسردها؟ البنات تقول لي اعملي حاجه ساقعه والشباب يقولوا لي اعملي قهوه ساده. وليه قهوه ساده يا حبيبي؟ طالعين قرافه. المهم محمود بيقول انا شاب ايه زي اي شاب بيدور على الاستقرار وعايز يتجوز. كان لي تجربه حب وفشلت، قدر ولطف. المهم قررت امشيها صالونات بما اني ماليش نصيب في الحب، واتجه للحلال بما ان الحرام مش جاي سكه. ايه ده؟ ايه الجمله دي؟ انا قعدت شويه كده يعني استوعب هي دي معناها ايه. محمود الجمله دي جايه منين؟ محمود انت بتعبد ايه؟ بتعبد خراطيم الغاز؟ محمود انت في الاول قايل لي بلاش تنمر، انت بتجرجرني اهو. يعني الجمله زي دي قسما بالله لو جايه من حد تاني كنت خدت وش وصير ومكو، بس عشان خاطر انا وعدتك اني مش هتنمر. حلو كده يا محمود. المهم محمود بيقول اختي رشحت لي صاحبتها وانا وافقت وقلت اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اكتر جمله غلط في التاريخ، ساعات اللي ما نعرفوش بيبقى احسن كتير من اللي نعرفه. بحس ان الجمله دي اللي اخترعها واحد جبان وخايف ان هو يجرب كل ما هو جديد. محمود بيقول اختي ايه بتحبها وبتثق فيها، هي شكليا مش احلى حاجه، وعرفت من اختي ان شعرها اكرت. يا جاهل، ما اسموش اكرت، اسمه ويفي، اسمه كيرلي. لكن ايه اكرت دي؟ ما تحسن من لفظك يا جحش انت. محمود بيقول بس مع اني عرفت ان شعرها اكرت قلت مش مشكله، البروتين هيظبط الدنيا، وخطبتها. لكن بعد 5 شهور خطوبه لقيتها بتقول لي انا بحلم بكوابيس من يوم ما اتخطبنا. خلينا نبعد شويه، لو الكوابيس دي فضلت يبقى انت مش انت السبب، يبقى انت مش انت وانت جعان. بصراحه انا مؤمنه جدا بالحاجات دي. شوف ان الاحلام بتبقى اشارات من ربنا سبحانه وتعالى، وده مش معناه انك شخص مش كويس، لكن ممكن يكون معناه ان انتوا الاثنين ما فيكمش خير لبعض. المهم محمود بيقول بعدت عنها شهر كامل يا ايه، وبعدها لقيت اختي بتقول لي كل شيء اسمه نصيب وجايبه الذهب. زعلت جدا لاني كنت حبيتها، مش مشكله، ربنا هيعوضك بالاحسن منها. بعدها بقى محمود يستسلم ابسولوتلي. محمود بيقول اختي رشحت لي بنت قريبتنا جميله محترمه، بالفعل رحت وخطبتها. لكن يا بعد الخطوبه معرفتش استلطفها خالص، دمها يلطش، دمها اتقل من دم الخليل كوميدي. والله هو اللي قايل مش انا. بيقول ودايما يا ايه كنت لما بروح هناك زياره كنت بشم ليها ريحه غريبه قوي، ما شمتهاش قبل كده، حتى مش عارف اوصفها. يا ساتر هي ناقصه وجع اعصاب. المهم محمود بيقول انا بصراحه ما كنتش بسكت، كنت بقعد اقول لهم انا شامم ريحه مش حلوه. تقول لي انا عندي جيوب انفيه ما بشمش. طب انتي عندك جيوب انفيه ومش بتشمي، هو ما عندوش جيوب انفيه والناس المحيطه بيكي ما عندهمش جيوب انفيه. رجاء استحمي، جهازنا العصبي مش لعبه في ايديكي، استحمي ارجوكي. محمود بيكمل وبيقول في مره كانت هي ومامتها بيتغدوا عندنا، كنا عاملين بط ولحمه، ما شاء الله بط ولحمه الاثنين يا ابن الاغنياء. المهم محمود بيقول خلصت اكل يا ايه ومسحت ايديها بالمناديل، ما غسلتهاش. يا مفتريه، بط ولحمه ومسحه ايدك بالمناديل؟ انت لو واكله كرواسون مش هتمسحها بالمناديل. المهم محمود بيقول هي ما غسلتش ايديها يا ايه ولا صلت، ولما سالتها قالت لي بصلي الجمعه وبقطع في باقي الاسبوع. ده انت منظمه نفسك، هنصلي الجمعه هنقطع في باقي الاسبوع. خبتي وخسئتي وخسئ مسعاكي. المهم محمود بيكمل وبيقول بصراحه اتقفلت منها وسبتها، بس نفسيتي باظت خالص وفضلت فتره مكتئب، مش عشانها، عشان نفسي والله. المهم ابويا قال لي ان صاحبه عنده بنت متدينه جدا، يا بركه دعاء الوالدين، ومنتقبه يا ما شاء الله، وحافظه القران الكريم. عديت انت كده بقى، عديت. المهم محمود بيقول قلت بس هي دي اللي هتجوزها وهبقى ظفرت بذات الدين. قعدت معاها وعملنا رؤيه شرعيه، وهي ايه وما شاء الله زي القمر. حبيتها اول ما شفت ملامحها. عموما هو معظم المنتقبات زي القمر. محمود بيوصفها وبيقول هاديه ومؤدبه، ما رضيتش امشي انا وابويا غير واحنا قارين الفاتحه ومتفقين. بعد ما روحت يا ايه ارن عليها مش بترد، بنتنا مكسوفه. محمود بيقول ولو ردت تفضل ساكته. يا بنتي اتكلمي، طب اي حاجه، طب لو مخطوفه شاوري. محمود بيقول تفضل ساكته كاني بصي بكلم نفسي. المهم طلبت اروح البيت عشان اتكلم معاها، ما طلعتش من اوضتها يا ايه. مامتها وابوها قاعدين بيتكلموا عادي، وكل شويه مامتها تقول لي اصلها بتتكسف،
ورايحه جايه على اوضتها. هو الكسوف حلو وكل حاجه، بس احنا الراجل ده متقدم وفي فتحه قاريينها، فاحنا عايزين نعرف بعض عشان نشوف هنتجوز ولا مش هنتجوز في يومنا ده. الولا بقاله 5 سنين بيحاول يتجوز مش عارف. محمود بيقول فضلت قاعد ايه وكل شويه بسال هي هتطلع امتى عشان عايزه اتكلم معاها وافهم منها هي مش عارفه تتكلم في التليفون ليه. وكل شويه مامتها تطلع تقول لي معلش اصلها بتتكسف، معلش اصلها بتغير هدومها، وحلت بصراحه غريبه جدا. وفجاه ايه اسمع صوت صويت وتكسير جامد. اتخضيت، لكن اللي خضني اكتر رد فعل ابوها. قام يا ايه؟ اكيد قام عشان يشوف بنته ومراته حصل لهم ايه. لا، محمود قال لي لا، قام جاب الريموت وعلى صوت التلفزيون. انا في الاوقات اللي زي دي احب قوي اسمع سامو زين. يا حاج مراتك وبنتك بيولعوا جوه. انت بتعلي صوت التلفزيون ليه يا حاج؟ اديني مبرر واحد يخليك تعلي صوت التلفزيون يا حاج. طبعا محمود مستغرب من كل اللي بيحصل ده، خصوصا رد فعل الحاج. بس بيقول بعد شويه ايه لقيت مامتها طالعه وشها احمر شبه البطيخه، وبتقول لي معلش يا ابني اصل احنا معلقين مرايات ونجف على الحيطه وقعوا كلهم مره واحده. قلت لها عادي يا طنط فداكم، طب انتوا كويسين؟ قالت لي احنا كويسين، بس اميره اتخضت، وهي لما بتتخض اعصابها بتتوتر خالص وبتسيب وبتنام. استغربت جدا يا ايه الكلام، بس سكت وقعدت شويه وروحت. فعلا في ناس لما بتتخض جامد وبتخاف بتنام. تاني يوم يا ايه بكلمها اطمن عليها برضو ما ردتش عليا، فرحت مكلم ابوها عشان افهم ايه المشكله. قال لي ان عندها حاله نفسيه بتخليها تتعصب وتنعزل لوحدها، وانها محتاجه معامله خاصه. وانا بصراحه يا ايه حبيتها وقلت عادي طالما بتتعالج ايه المشكله، وطلبت منه يسمح لي ان انا اقعد معاها ونخرج، يمكن لما نخرج نغير جو تبقى كويسه. وهو وافق وقال لي تعالى، هي لو وافقت تخرج معاك انزلوا وتفسحوا في اي حته. رحت البيت لقيتها زي القمر وكويسه جدا وفي غايه الادب والاحترام وبتعاملني كويس جدا. طلبت منها نخرج وهي وافقت لما عرفت ان انا هخرج معاها انا واختي. وبالفعل لما اخدت موافقتها كلمت اختي وعرفتها تجيلنا فين بالظبط، واخدتها ونزلنا اتمشينا واتعشينا. وفجأة آية وبدون أي مقدمات لقيتها بتجري في الشارع، بتجري جامد قوي يا آية كأنها هربانة من حد، وأنا عمال أجري وراها من ناحية وأختي من ناحية تانية، ومحدش فينا عارف يطولها. نفس اتقطع على ما وصلت. مسكتها يا آية وبقول لها بتجري ليه، لقيتها عمالة بتعيط وبتصوت وعمالة تضرب فيا ضرب مش عادي، مش ضرب بنت خالص. حسيت وأنا ماسكها كأني ماسك راجل زيه وزيي. إيه ده بقى؟ انا هنا بقى بدات احس ان في حاجه غلط. محمود بيكمل وبيقول في الاخر يا ايه اغمى عليها والناس اتلمت علينا. كلمت ابوها وطلبت منه ان هو يجيلي، وفعلا خدناها ورحنا البيت. لقيت ابوها من غير ما اقول له اي حاجه قال لي يا ابني مفيش نصيب، بنتي جسمها مش سليم، ملبوسه. يعني انا عايزه اقول لكم انا الحكايه دي قريتها الساعه 4 الفجر، قاعده لوحدي في الاوضه ومضلمه الدنيا وقاعده بشوف الحكايات بتاعتكم، الاقي الحكايه دي في وشي. انا مش عايزه اقول لكم انا عملت ايه. محمود بيقول انا لما سمعت كده يا ايه اتصدمت، ومع ذلك ما كنتش عاوزه اسيبها، لكن امي صممت ان العلاقه دي تنتهي وفورا. وابويا كمان زعل جدا من صاحبه انه خبى عليه. طبعا ما كانش ينفع يخبي عليه، بس المواقف دي عند بعض الناس بتبقى محرجه جدا، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. المهم بعد 6 شهور من الاكتئاب اللي محمود عاش فيهم، بيقول كنت في فرح ولفت نظري جدا بنت هناك واقفه بتسقف بس عكس كل البنات اللي موجودين، وشكلها محترم وخجول. المهم بعت اختي تتعرف عليها وعرفتها ان عاوزه اتقدم، وهي وافقت والعيلتين اتعرفوا على بعض واتخطبنا. حبيتها قوي، عوضتني عن كل التجارب الفاشله في حياتي، خصوصا اني كنت اتعقدت من اللي شفته. احنا مخطوبين بقالنا 8 شهور والمفروض الفرح قرب وكل حاجه جاهزه. اتفاجئت ان ابوها عاوزني امضي على قايمه ب2 مليون جنيه، رغم ان العفش اللي جابوه ما يجيبش ربع المبلغ ده، وانا مساعد فيه كمان. قلت له نمضي على اللي جيك بس، رفض وصمم على كلامه وقال لي لو واثق في نفسك مش هتقلق كده. وانا بصراحه بحبها وما صدقت ان اول خطوبه ليا توصل للجواز، ومش عاوزه افركش، وهي كمان بتحبني جدا ومش راضيه عن كلام ابوها. وانا محتار اعمل ايه، هل فعلا لو بحبها وشاريها همضي ان شاء الله على بياض، ولا هو بيستغل حبي ليها؟ بالله عليك نزلي حكايتي في اسرع وقت، انا نفسيتي زي الزفت ومش عارف اعمل ايه. صراحه يا محمود قبل ما اقول لك رايي، الحمد لله ان دي مش حياتي. ايه يا ابني الحياه دي يا ابني؟ ايه الحياه اللي تجيب اكتئاب دي يا ابني؟ وايه كل التجارب الصعبه دي؟ بص يا محمود، اللي حماك عايز يعمله ده اسمه سرقه ونصب علني. المفروض اللي جه بنكتبه بالفواتير والراجل بيمضي عليه حفاظا لحق البنت، بما انها شرعا غير ملزمه اصلا انها تجيب حاجه. ما بنروحش نجيب عفش ب 500,000 ونكتب قايمه ب10 مليون، عشان ده مش حق ربنا. الموضوع صدقني ملوش علاقه انت بتحبها وشاريها ولا لا، والموضوع ملوش علاقه انت واثق في نفسك او لا. انت ممكن تكون احسن راجل في الدنيا، لكن مفيش اي حد في الدنيا يحب
يحب ان هو يستغل ويتنصب عليه بالطريقه دي؟ ده غير ان بكره مش مضمون والنفوس بتتغير ومحدش عارف بكره في ايه، فليه يمشي بحق ربنا احسن. انتوا شايفين انه يتنازل عشان بيحبها وشاريها، ولا يعمل وقفه ويرفض كلام باباها ده خالص؟ يا ريت تحاولوا تفيدوه على قد ما تقدروا، ولو في حد مر بنفس التجربه دي قبل كده يا ريت تقولوا تجربتكم في التعليق. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.